السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير وسعادة يا رب العالمين. النهارده بقى هنفرز مع بعض البامية. البامية من الأكلات الجميلة اللي بنحب ناكلها في أي وقت، فلازم بقى ايه نفرزها بطريقة حلوة. أنا بصراحة جربت كذا طريقة، بس أحسن طريقة لتفريز البامية اللي هنعملها النهارده مع بعض. البامية هتجيبيها هتنقيها كويس قوي 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 قوي. زي ما انت شايفة كده، أنا البامية دي والله أنا منقيها بالواحدة. لو خدتي بالك كده هتلاقي ايه، تحسي ان هي ايه تقريبا كده احجام متساويه يعني تقريبا. فانا نقيتها كويس قوي. غسلتها 3 4 مرات لغايه ما نطفت خالص. وبعد كده زي ما انت شايفه كده على فوطه مطبخ او اي قماشه عندك، افرديها بقى خالص كده، نفردها خالص وتحت مروحه طبعا علشان تنشف خالص خالص من ميتها، ما يبقاش فيها ميه نهائي. بصي، افردي فيها كده بالمنظر دوت، شايفه؟ فرضيها كده على القماشه وتحت المروحه تنشف خالص خالص خالص، وبعد كده نبدا ايه نقمعها، واقول لك نقمعها ازاي. كده يا حبايبي الباميه بتاعتي خلاص نشفت وبقت زي الفل، ما فيهاش ميه. اهم حاجه ان هي تنشف من الميه بتاعتها. هنشوف بقى هنبدا نقمعها ازاي. ادي الباميه بتاعتي زي ما انت شايفه بالمنظر ده. هبدا اقمعها كده. هاخد الجناب، لو الجناب معاكي يعني ظاهره قوي ولونها مثلا مش اخضر قوي، لازم ايه ننضفها شويه بالمنظر ده. انا بصراحه بحب انضف الجناب، بس ما بصي على خفيف، شايفه يا عسل؟ على خفيف قوي. اوعي يعني ايه حاولي ما تجرحيش الايه الباميه بالمنظر ده. شفتي اتضرت ازاي؟ وهاخد الجزء البسيط اللي هنا ده، وهنا بقى بحط السكينه ازاي؟ بحط السكينه كده، مش بقطع كده، كده غلط، كده بالورب، وامشي معاها بالمنظر ده. تبقى الباميه معايا بالمنظر ده، حاجه كده عسل 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 عسل. شايفه الجناب؟ شايفه التقميعه؟ كمان مره الباميه اهيت. هاخد الجناب واحده واحده زي ما علمتك، وبالراحه علشان ما نجرحش الايه الباميه من جوه، علشان انا مش عايزاها تفضل سليمه. لما بتيجي تسويها بقى وهي سليمه كده بتديكي نتيجه ممتازه، لا بتتهري وبتفضل جميله. شايفه بالورب كده؟ وامشي ايه معاها كده، الف 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 بالمنظر العسل ده. كمان مره كمان مره كده. كده بالورب كده، والف الف بالمنظر ده. اقعدي بقى كده وتسلي. كمان مره اوريكم كمان مره يا حبايبي، عشان البنات الايه الصغيرين اللي اول مره يدخلوا المطبخ، والعرايس الجداد، بناتنا الحلوين، اهو بالمنظر ده. اهم حاجه ان انت تغسليها مره واثنين وثلاثه غسله نظيفه جدا، وتنشفيها كويس قبل ما ايه ما تقمعيها. لازم تبقى في ايدك بصي ناشفه كده، ما فيهاش اي حاجه، عشان تتقمع معاكي بايه بكل سهوله. هنقمع بقى الكميه كلها وبعد كده نشوف هنعمل ايه. كده يا حبايبي انا خلصت تقميع الباميه زي ما انتم شايفين. الباميه جميله وزي الفل اهيت، زي ما علمتكم ازاي نقمعها. طيب انا عامله ليه كده 4 اطباق؟ انا برضو بعد وانا بقمع فرست الباميه بتاعتي الى احجام، علشان لما اطلع كيس واعمله يبقى كل الباميه كلها تاخد ايه نفس السوا. انا عندي دي ودي نفس المقاس، ودي مقاس مختلف ودي مقاس مختلف. دولت المقاس الصغير، ودول وسط، ودول المقاس الايه الكبير شويه. دلوقتي هبدا اعبيهم ايه في الاكياس. هعبيه في الاكياس وافرغ الكيس من الهواء واقفله واشيله في الفريزر. هو ده احلى تفريز للباميه. ولا بقى تحطيها في ميه مغليه ولا تحطي فيها عليها اي اضافات، هي بس تتغسل الاول غسله نظيفه جدا جدا جدا، وتتنشف كويس قوي، ما يبقاش فيها ميه خالص قبل ما تقمعيها. يعني شايفه هي ما فيهاش اي ميه، ومتقمعه كويس قوي، والحبوب بتاعتها الداخليه مش باينه. كده الباميه بتاعتك هتتفرز معاكي وهتبقى زي الفل. بصي انا هكمل الكيس وهوريكي انا ايه هعمله ازاي. وطبعا انت بتفرزي بالكميه اللي تناسبك كده، مفيهوش هوا
وزي الفل، وهيتفرز بالمنظر ده في الفريزر. هتطلعيه تنزليه في الحله بتاعتك على النار مباشره وهو ايه مجمد، ما تسيبوش يفك. هنفرز بقى، هعبي بقى كل الكميه واحطهم بقى في الفريزر. ما تنسينيش يا حلوه يا قمرايه، ما تنسيش اللايك. كده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن، انا خلصت اهوت الكميه اللي كانت معايا زي ما انتم شايفين زي الفل. وفرزي الكيس على قد الطبخه اللي انت هتعمليها، عشان تطلعي الكيس على قد الطبخه. يعني ما تاخديش منه وترجعيه الفريزر تاني. وان شاء الله جربوها بالطريقه دي، هتعجبكم جدا جدا جدا. وهتلاقوا عندي برضو وصفات كنت عامله بيها الباميه المفرزه طالعه تحفه، وان شاء الله هتعجبكم يا حبايبي. ما تنسوش يا حلوين يا امارات لايك وشير وكمان اشتراك. ومع السلامه.